عايزه اقول لكم ان انا عملت حركه يعني في منتهى الغباء، ومن ساعه ما انا عملتها وانا عايزه اعيط كده، زعلانه قوي قوي، زعلانه قوي من نفسي، لان انا واحده من الناس يعني قبل ما بتعمل حاجه بتفكر مليون الف مره. بصوا كده، ده طقم جرانيت عباره عن 3 حلل، ادي واحده وادي واحده تانية اكبر وفي واحده كمان اصغر. فالطقم ده تركي، عندي بقاله قد ايه بقى؟ عندي بقاله 8 سنين، وتقريبا بستخدمه يوميا، يعني ما بستغناش عنه، لان الجرانيت احسن نوع يعني في الاكل وفي الغسيل وفي كل حاجه. فالمهم يعني، وبحافظ بقى عليه زي عينيا دول كده. بقلب بالمعالق السيليكون، لما باجي اغسله بغسله طبعا ولا بليفه خشنه ولا بسلكه. بس بقى ايه، جيت في الحله دي كنت عامله شوربه، فقلت اضربها بالهاند بلندر. رحت جايبه الهاند بلندر وقعدت اضرب الشوربه جوه الحله، ومش في دماغي خالص ان السكينه بتاعت الهاند بلندر انها هتحصل القاع بتاع الحله. بس للاسف الشديد بعد ما الشوربه خلصت كده بالهنا والشفا، اكتشفت ان الهاند بلندر بوظت الحله من تحت. الكلام ده بعد 8 سنين. هي اي نعم يعني فدايه وكل حاجه، وهي بقالها كتير وانا استخدمتها طلعت عينيها حرفيا، بس انا بحافظ على الحاجه، وده اكبر دليل. بصوا ان الحله الكبيره اهي برضو بستخدمها كتير جدا، شايفين؟ ولا خدشه حرفيا. فده يدل عن ايه؟ ده يدل عن ان حتى لو الحاجه غاليه وقيمه واحنا واثقين انها مش هتبوظ، بس ممكن نعمل حركه قد كده مننا احنا نتغابى فيها تبوظ لنا الحاجه. ممكن بقى نرجع نقول ايه، اصل نوعها وحش، اتقشرت، باظت بسرعه، ونقعد نشتكي بقى. العيب فينا، العيب فينا احنا. فاوعوا تعملوا الحركه دي، لا في حله تيفال ولا في حله جرانيت ولا في حله سيراميك، ان انتوا تشغلوا جواها الهاند بلندر. حافظوا على الحاجه كده على قد ما تقدروا، لان الحاجه حرفيا اللي جت من زمان مش هيجي تاني زيها دلوقتي، خلاص الاسعار بقت نار.